الين الساعة 2 في الليل. الساعة 2 في الليل أخوان دخل علينا شاب من الشباب، قد دخلوا قبله كثير وخرجوا كثير، لكن هذا لما خش والله الذي لا إله إلا هو إنه ما جاء في بالي إلا أنه واحد من منكر ونكير وجاي بيسألني. تعوذ بالله من الشيطان، إيش جاب الفكرة هذه على البال دحين؟ وأنا كنت ماسك العود وأغني خاش في الأغنية، والله ارتجفت وخفت. التفت على اليمين عشان أبغى أصرف النظر هذه والفكرة، وجدت اللي يدق الإيقاع بجنبي، اللي يدق الدربكة راسم صورة كوبرا على الإيقاع. تعوذ بالله من الشيطان، منكر ونكير من هنا والشجاع الأقرع من هنا. والله الذي لا إله إلا هو، إلا وأنا خائف زيادة ارتجفت وخفت. تخيلت بأني في القبر في حفرة، في نفس الموقف وأنا صاحي في حفرة، ووجوه كل الشباب اللي يرقصوا ويصفقوا ويهزوا والله يا شباب مختلفة كأنها شياطين والعياذ بالله. على طول جابالي من أول ما صحيت من نومي، إيش سويت أنا في يومي؟ والله يا شباب وجدت إني عاصي ومذنب، لا صلاة ولا دين ولا شيء، صلاة نوم ولعب ولهو وغفلة. والله منتظر العذاب، منتظر الحساب ومنتظر العذاب. منتظر متى؟ وقفت على طول. ايش بك؟ كمل لسه على الليل تو بأوله، كمل اطربنا. قلت والله اخوان انا تعبت ولازم ارتاح. كلهم ما يدرون ايش اللي صار فيه، ما حبيت اوضح لاحد. وقفت انا وانا ارتجف والله وقلبي يدق سريع كذا وخايف. وقفت وجلست في الجهة اليمنى من تيزار المجلس، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب. الساعة 2 في الليل وانا ادعي الله استغفر واتوب. قلت والله يا رب ما اطلع من هذا المكان الا انا تايب، يا الله يا رب توب علي. والله اني ذاك اليوم يعني شديت على نفسي وعزمت عزيمة باني اتوب. خلاص طرب اغاني ما عاد ابغى، دخان خراب مخدرات بلا مصايب اي شيء ما يرضي الله ما عاد ابغاه. وفعلا والله يا اخوان، مع اني والله ما كنت يا اخوان ادري ان الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليله الى السماء الدنيا، ينزل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول هل من تائب فاتوب عليه، هل من داع فاستجيب له. ما كنت ادري والله يا اخوان. بعدين عرفت مع المشايخ وكذا والجلسات هذه المباركه زي هذه الجلسات، عرفت ان الله سبحانه وتعالى قبلني ذاك اليوم في تلك الليله. قبلني الله سبحانه وتعالى وقبل توبتي. اول ما خرجت كسرت العود، الشيطان الرجيم مثل الجبال انهدت من فوق